السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما طبعا حضراتكم شايفين، حبيت أشارك معاكم أفكار أساسية جدا بالنسبة لي في فترة الامتحانات. والنهاردة إن شاء الله هقول لكم على الأفكار دي، إن شاء الله تستفيدوا بيها، وأكيد في منكم كتير بيطبقها برضو مع أولادكم. بس أنا حبيت كده لمشاركة الأفكار، دايما بحب أشارك معاكم كل الأفكار. أول فكرة، بس ما تنسيش طبعا تعملي لايك للفيديو، ان شاء الله يعجبكم وتاخدوا منه افكار حلوه جدا. اول فكره زي ما انتم شفتوا كده اليوتيوب. طبعا اليوتيوب دلوقتي مليان ما شاء الله دروس اونلاين وقنوات تعليميه في منتهى الجمال، ودي من الحاجات اللي فعلا بتساعدني جدا كمرأة مثلا، او كأم عامله وفي نفس الوقت مشغولة، او على طول شغل البيت بيكون واخدني. فبحس ان ده زي استعانة بصديق كده. طبعا احنا بنستعين بالله اكيد قبل كل شيء، ولكن انا ممكن استعين بالمدرسين اللي على اليوتيوب في شرح مثلا اي درس او اي مراجعة مثلا لاي مادة، ودي بتكون حاجة اساسية كده بالنسبة لي، ما في خاصة في أيام الامتحانات، لأني بكون مضغوطة جدا ما بين الشغل بتاعي وما بين شغل البيت وتحضير الأكل، وفي نفس الوقت إن أنا أتابع الولاد، فبكون عايزة إن أنا ما أجيش عليهم برضو. فبحاول دايما ان انا اشغل لهم الفيديوهات التعليميه دي. وعايزه اقول لكم مدرسين في منتهى الجمال. وبحب جدا ان انا اشغل برضو اليوتيوب عندي على شاشه التلفزيون، علشان اضمن اني اكون متابعه ابني او بنتي وهم بيسمعوا الفيديو، وفي نفس الوقت اكون الصوت بتاع المدرس واصل لي، وحتى وانا في المطبخ، علشان اقدر ان انا اشاركهم في الاسئله، واشاركهم في الاجوبه، واكون برضو متابعاهم حتى وانا مش قاعده معاهم. فدي اول فكره حبيت ان انا اوصلها لكم، وصورت لكم يمكن مقطع بسيط خالص، وكان في مدرس ربنا يبارك فيهم يا رب كان بيعمل الموضوع ده. طيب، الفكره اللي بعد كده يا بنات، ان انا لازم اخلي في البيت حاجات كده اساسيه تساعدني في ضيقه الوقت بتاعه ايام الامتحانات. يعني ايه؟ يعني اكلات كده سريعه كده وجاهزه على الاكل، زي ما شفتوا في المقاطع اللي فاتت. مثلا ممكن بعمل مخبوزات، كيكه، صينيه كيكه مثلا اعملها واشيلها عندي في التلاجة، اقطعها قطع كده واشيلها في التلاجة، تبقى حاجات سريعه. ماما احنا جوعنا، طيب اطلع لهم قطع الكيك دي. ممكن اعمل ميني بيتزا. اللي عايز يشوف المقادير والحاجات دي يا جماعه انا هسيبها لكم ان شاء الله في شاشات النهايه بالنسبه للفيديو التجهيزات السريعه دي. طيب، ممكن ان انا اجيب مثلا زي كده برطمان عسل وطحينه، اجيب شويه فاكهه، حاجه تكون كده سريعه كده وفي نفس الوقت تدي طاقه، وطبعا مهمه ومفيده جدا للجسم. لازما كمان تحرصي، يعني النقطة دي بقى مهمة، رقم 3، انك انتي لازم استمرار طفلك يشرب مية كتير. طول ما هو قاعد بيذاكر يشرب مية، كل ساعة لازم تعزمي عليه بكوباية مية. جماعة المية 75% من تكوين الدماغ او المخ من المية. فالمية بتخلي الطفل عنده تركيز كويس جدا، ما ينساش بسرعة، وكمان المية بتساعد على الفهم السريع. تمام كده؟ فالمية لازم. وطبعا المية واي حاجة فيها مية كتير، زي مثلا الفواكه اللي هي بتحتوي على سوائل كتير زي كده، زي البطيخ، زي الكنتالوب، زي الكنتالوب، يعني كل انواع الفواكه بصراحة في منتهى الجمال. الخضروات نفس الكلام. الشوربات طبعا، العصاير، الحاجات دي كلها. فطبعا بتكون مهمة جدا جدا خاصة في فترة الامتحانات. كمان في نقطة مهمة جدا، وهو الدعم النفسي. ان احنا ندعم اطفالنا خاصة في ايام الامتحانات، دعم نفسي، نديهم الثقة بنفسهم. دي مهمة جدا. كان بابا الله يرحمه ويغفر له يا رب، اتمنى طبعا تدعوا له بالرحمة، كان دايما بيلعب على النقطة دي خاصة في ايام الامتحانات. كان دايما بيحاول ان هو يخلي لنا ذكريات حلوة جدا في ايام الامتحانات، لانه بيكون حاسس ان احنا عندنا ضغط نفسي وقلق وخوف من الامتحان. فكان دايما الله يرحمه ويغفر له كان دايما بيحاول ان هو يعمل لنا ذكريات حلوه، زي ايه؟ يعمل لنا مثلا شويه ترمس في ايام الامتحانات، سندوتشات كده سريعه، يجيب لنا جبن ولانشون وحاجات زي كده. يجيب لنا مثلا حاجه تكون زي ما قلت لكم فواكه مثلا، ويقطعها لنا ويقدمها لنا كده، ونقعد ناكلها بالشوكه واحنا قاعدين بنذاكر. فربنا يرحمه ويغفر له يا رب. كان ليه دايما بيحاول يعمل دعم نفسي، ودي برضو من الافكار اللي انا
بحب جدا ان انا اعملها برضو مع اولادي، وحبيت ان انا اشاركها معاكم في فيديو النهارده. يعني مثلا نعمل لهم شويه ترمس كده، اسلقيهم كده من بالليل، وحضري لهم اللي هو المحلول الملحي ده، او المحلول اللي انت بتنقعي فيه الترمس عشان يقعد معاكي كذا يوم. وبكون طبعا ضايفه فيه بقى الملح، يعني بكون غاليه ميه، اول ما بتهدى بقى بضيف فيها الملح والبابريكا والكمون، واقلبها كويس جدا كده، وبعد كده اقوم حطاها على الترمس تحيقهولي بقى. وطبعا وقت الاكل بقى بنعصر عليها ليمون. طيب، الفكرة اللي بعد كده، اعتقد رقم 5 يمكن، ان انتي دايما نقي اكلات غدا سريعة في التجهيز، وفي نفس الوقت تكون مغذية او فيها عناصر الغذاء الكاملة. يعني اكيد مش هنروح نعمل محشي في ايام الامتحانات، ده من رابع المستحيلات. لان المحشي مثلا من الاكلات اللي بتحتاج وقت، بتحتاج تجهيزات، وبتستهلك منك طاقة ووقت. فاحنا مش عايزين كده، عشان ما تبقيش انت مضغوطه ويجي مثلا ابنك او بنتك يسالوكي في سؤال او يطلبوا منك المساعده، وتبداي انك تتعصبي عليهم طبعا من شغل البيت ومن ضغط المطبخ. فاحنا مش عايزين الكلام ده خالص ايام الامتحانات. فدي نقطه مهمه، ان انت اعملي منيو كده اكلات للاسبوع، الاسبوع الامتحانات ده تكون اكلات سريعه مش متعبه. وانا كمان عامله لكم فيديو باكلات سريعه وجهزيها بسرعه كده. معلش يا جماعه، بعتذر عن الصوت ده، رساله جات لي. ف ان شاء الله هسيبها لكم برضو في شاشات النهايه، اكلات سهله وسريعه كده لوجبه الغداء. وفي برضو عندي فكره اكله حلوه قوي، اللي هي الحواوشي السريع. وطبعا ده انا كنت شاركتها معاكم. اكلات كتيره جدا جدا، مكرونه وبانيه، حواوشي السريع، المكرونه بشاميل، الهمبرجر، سندوتشات الهمبرجر، سندوتشات الكبده، سندوتشات البطاطس. بصوا اي حاجه انتوا ولادك بيحبوها وتحس ان هي سريعه وسهله عليكي في العمايل كده. ودي بتختلف طبعا من واحده للتانيه، كل واحده بتحس ان في اكله بالنسبه لها بتقعدش معاها نص ساعه او حتى ساعه بالكتير، وبتكون خلاص خلصت المطبخ. فحاولي دايما ان انت تعملي الاكلات دي في اسبوع الامتحانات. طيب، ندخل بعد كده على النقطه اللي بعد كده، اعتقد رقم 6، انك انت في شغل البيت حاولي برضو انك تعمليه في الوقت اللي هم فيه الولاد مثلا في الامتحان. يعني مش معقوله مثلا الولاد يكونوا قاعدين بيذاكروا وانت بقى تقعدي تشغلي المكنسه وتنفضي حواليهم والكلام ده كله. فحاولي انك انت الحاجه في شغل البيت اللي هتاخد ترتيب وتنفيض، ومثلا هتغيري فرش سراير والكلام ده كله، والغساله شغاله والكلام ده كله، خليه في الوقت اللي هم فيه في المدرسه. فدي نقطه مهمه جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسونيش في دعوه حلوه.